اول ما تحس بضيقه وخنقه وتوتر وكل حاجه خلاص بقت فوق دماغك وروحك وصلت لهنا اهو، مش قادر، ودي مرحله كلنا بنمر بيها، قرب بقى من ربنا، صلي ركعتين كده واهدى واسترخي، روحك بقى تهدى كده، والسلام النفسي اللي انت هتعيشه في اللحظه دي لا تتخيل. هدوء نفسي واسترخاء بذكر الله. هتبقى حاسس ان الصراعات والجري والفرق اللي احنا بنفرقه في الدنيا ده والله ملو اي لازمه، وهو سعي المفروض نسعى بهدوء وبطمأنينة، وان احنا مسلمينها لربنا، نسعى واحنا مسلمينها، ده اللي بيجيب الهدوء والطمأنينة. القرب من ربنا حياة وسعادة وراحة ما بعدها راحة. واعرف ان رزقك محسوم ولن يصيبك الا ما كتب الله لك. ارتاح ارتاح، كله مكتوب عند ربنا.